مستمعي راديو هيب اف ام، اسعد الله اوقاتكم. في حلقة اليوم من الزاوية البيئية نتعرف على الطاقة المتجددة، مصادرها واستخداماتها، فأهلا بكم. مستمعينا، الطاقة المتجددة هي تلك الطاقة المولدة من مصدر طبيعي غير تقليدي مستمر لا ينضب، ويحتاج فقط إلى تحويله من طاقة طبيعية إلى أخرى يسهل استخدامها بواسطة تقنيات العصر. مستمعينا الكرام، يعيش الإنسان في محيط من الطاقة، فالطبيعة تعمل من حولنا دون توقف، معطية كمية ضخمة من الطاقة غير المحدودة، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يستخدم إلا جزءا ضئيلا منها. فأقوى المولدات على الإطلاق هي الشمس ومساقط المياه، وحدها قادرة على أن تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ 80% من مجموع الطاقة التي يستهلكها الإنسان. مستمعينا الكرام، رغم أن مزايا البدائل المتجددة معروفة جدا، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة دوما عند الطلب، وتتطلب استثمارات أولية ضخمة، واسترداد الاستثمار الأولي فيها يستغرق زمنا طويلا. مستمعينا الكرام، للطاقة المتجددة خصائص متعددة أهمها: 1. متوفرة في معظم دول العالم. 2. مصدر محلي لا ينتقل ويتلائم مع واقع تنمية المناطق النائية والريفية واحتياجاتها. 3. نظيفة ولا تلوث البيئة وتحافظ على الصحة العامة. 4. اقتصادية في كثير من الاستخدامات وذات عائد اقتصادي كبير. 5. ضمان استمرار توفرها وبسعر مناسب وانتظامه. 6. لا تحدث أي ضوضاء أو تترك أي مخلفات ضارة تسبب تلوث البيئة. 7. تحقق تطورا بيئيا واجتماعيا وصناعيا وزراعيا. 8. تستخدم تقنيات غير معقدة ويمكن تصنيعها محليا في الدول النامية. مستمعينا الأعزاء، للطاقة المتجددة صور عدة، منها: 1. الطاقة الشمسية. 2. طاقة الرياح. 3. طاقة الكتلة الحية. 4. طاقة المساقط المائية. 5. طاقة حرارة باطن الأرض. 6. طاقة حركة الأمواج والمد والجزر. مستمعينا الأعزاء، إن توفير الطاقة الكافية لتلبية احتياجات السكان والنمو الاقتصادي من التحديات الكبرى أمام مجتمعاتنا، وتوفر الطاقة النظيفة كالطاقة المتجددة هو أحد المهام الملحة أمام الإنسان لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية المختلفة. مستمعينا، إن استخدام الطاقة النظيفة هي الطريق إلى الوصول إلى اقتصاد أخضر كما يطلق الآن، وتتيح فرص عمل كبيرة جدا وتساهم في تنمية مستدامة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم من الزاوية البيئية، ودمتم في خير.